السلام عليكم واهلا وسهلا، كي دايرين البنات؟ يا احلى ويويرات، لاباس عليكم؟ والمهمات الغاليات، اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ احوالكم مزيانه؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. واليوم البنات غادي نشارك معكم هذا الرولي هذا اللي بالفعل كيجي زوين وكيبقى من اسهل وارخص كيك رولي اللي ممكن تحضريه في وقت واجي ساهل، وكما قلت لكم كيبقى اقتصادي باسهل جينواز ممكن تحضريها. واخا تكوني عمرك درتي جينواز، غير جربيها بهذه الطريقه غادي تنجح معاك، كتجي زوينه. بالنسبه لهاد الكيك رولي البنات كنت ديجا حضرته معاكم، وكاينين البنات اللي جربوه وعجبهم، داكشي علاش عاودت حطيته لكم باش اللي باقا ما جرباتوش. نوض اختي جربيه، راه كيجي زوين بزاف، والا جربتيه انا متاكده غادي يعجبكم. ساهل ماهل وجدي حتى لاخر لحظه، ما كياخذ منك لا وقت ولا مجهود، بواحد الجينواز اللي كتجي ناجحه 100%. المهم هنا البنات غادي نبداو بسم الله على بركه الله. نبدا معكم في مقادير وطريقه التحضير. وهنا اول حاجه اللي غادي نبدا بها بلا جينواز. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاج في هاد لا جينواز، عندي 5 ديال الحبات ديال البيض اللي كيكونوا بدرجه حراره الغرفه، قبيصه الملحه ضروريه لتعديل الذوق، وكاس لاروب ديال سكر سنيده، وكيس ديال سكر الفاني. كنخلط هاد المكونات كاملين مزيان بالطراب الكهربائي. كنبقى نضرب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيطلع لي هذاك البيض مع السكر سنيده، وكيتغير اللون ديالو وكيولي على شكل كريمه، كيولي اللون ديالو بيض بهذا الشكل هذا. صافي كيطلع لينا البيض مزيان، وغادي نبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. وبالنسبه للدقيق عندي كاس وربع ديال الدقيق اللي كنكونوا غربناه من قبل، مع كيس ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. صافي هنا كنبدا نضيف الدقيق غير بشويه بشويه، وكنبقى نخلط من الفوق لتحت باش ما كيهبطش ليا هذاك البيض والسنيده اللي كنا طلعنا. صافي كنبقى نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله ديال الدقيق اللي عندي. من بعد اخر حاجه غنضيف الخميره ديال الحلوه، وكنبقى نخلط غير من الفوق لتحت كما قلت لكم باش ما كيهبطش لينا هذاك البيض اللي طلعنا، لان الا خلطنا بطريقه عاديه عشوائيه غادي يهبط لينا هذاك البيض وما غاديش تنجح لينا هاد الجينواز. يعني هنايا كنبقاو نحركوا من الفوق لتحت بشويه بشويه، صافي حتى كينسجموا ليا المكونات، هذاك الدقيق مع داك الخميره الحلوه، يعني كيتخلطوا ليا مزيان وما كيبقاوش ليا هذوك التكتلات ديال الدقيق. صافي من بعد كناخذ اللاطه اللي غندخلها للفران. هنا خديت البنات الورق اللي دهنته بشويه ديال الزبده. هو الصراحه الجينواز ما كتلصقش، غير هي بالنسبه للبنات اللي اول مره غيديروا الجينواز من الاحسن دهنوها بشويه ديال الزبده غير باش ما تلصقش ليكم، لان هاد الجينواز هي ما كتلصقش. ولكن بعض الاحيان كناخذوا هاد الورق كنشريوه النوعيه ديالو كتكون ماشي مزيانه، كيلصق لينا، لان هاد الورق ديال الطبخ راه كاينين فيه انواع كثيره. كاين اللي كديري فيه الحاجه كتلصق، كاين اللي لا. انايا هذا راه ما كيلصقش ليا، ولكن غير بغيت ندير هكا الزبده باش تشوفوه. بالنسبه للبنات اللي اول مره غيديروا الجينواز، من الاحسن دهنوه بالزبده باش هكا تخافوا ما تلصقش ليكم. صافي هنايا بعد ما سرحت الخليط دخلته للفران، شعلت عليه من الفوق ومن التحت 8 ديال الدقائق الى تعطلات البنات 10 ديال الدقائق، كل وحده والفرن ديالها. صافي بعد ما كطيب ما كنخرجهاش البنات ديك الساعه، كنخليها واحد 10 دقائق اخرى عاد كنخرجها. دائما الكيك مني كطفوا عليه ما تخرجوهش مباشره من الفران، خليوه شويه في الفران عاد خرجوه باش ما كيهبطش لكم الكيك ديالكم. وعاود خديت واحد الورق حطيته حتى هو فوق سطح العمل، وخديت هاد الجينواز قلبتها وحيدت الورق بكل سهوله كما شفتوا معايا، تحيد ما كيلصق ما والو. وكما قلت لكم من الاحسن دهنوه بشويه ديال الزبده باش هكا تخافوا باش ما يلصق لكم ما والو، لان هاد الورق فيه انواع كثيره كما قلت لكم. مني كنحيدو كنعاود نرجعو وكنبدا نشكلو على شكل رولي بهاد الطريقه هادي، كنجمع ونحاولوا البنات ما نزيروش. صافي وغادي ندير ليه السلوفان وغادي نخليه على جنب حتى كيبرد مزيان. من بعد ما غادي تبرد لي هاد الجينواز غادي ندوز باش غنوجد الكاناج باش غادي نعمر هاد الجينواز هادي. وحتى السيرو كنت وجدته من قبل. بالنسبه للسيرو راكم كلكم كتعرفوا ديروا السيرو، الماء والسكر وواحد طريف ديال الحامض، هو باش غنسقيو هاد الجينواز. غير هاد الجينواز البنات ما تسقيوهاش بزاف بزاف، غير شويه فقط، يعني ما تكتروش باش
باش ما تجيكمش هكا يعني مسقيه بزاف، باش تبقى شاده الفورمه ديال الرولي اللي غادي نديرو ليها. صافي هنا بعد ما قاديتها درت ليها هكا السلوفان، وكما شفتوا معايا تما الكاس عندي فيه السيرو. وبالنسبه للكاناش اللي غادي ندير، عندي الكريمه السائله، هذيك العلبه البنات فيها 200 مليلتر. وعندي الياغورت الطبيعي. الا ما كانش عندكم البنات الكريمه، غادي تعوضوا الكريمه بكاس ديال الياغورت مسوس، غديروا 2 كيسان ديال الياغورت مسوسين. وبالنسبه للبنات الشوكولات اللي كندير انا كنستعمل هذا الشوكولات، هذا راه كيتباع الكيلو، يعني هاد مول لوازم الحلويات. انا كناخذ كيلو كيدي لي مده طويله. نستعملوا اغلبيه مني كنبغي ندير هكا حليوه ديال لا كريم او لا طورطات في ديال اعياد الميلاد او لا ديال شي مناسبه، كنلقى عندي من الاحسن ملي تبغيو ديروا شي طورطه او لا حلوه ديال لا كريم يكون الشوكولات من النوعيه المزيانه. خذوا بحال هاد الباكيه راه كتدي لكم البنات مده طويله. صافي انا خديت كاسرونه، درت فيها الكريمه السائله، وضفت عليها ديك علبه ديال الياغورت طبيعي، وضفت عليهم 250 غرام ديال الشوكولا كما قلت لكم تكون من النوعيه المزيانه. خلطتهم مزيان وخليته حتى كيبرد غير واحد شويه. ومن الاحسن البنات هاد الكاناش تخليوه يبرد مزيان مزيان، انا ما خليتوش يبرد مزيان لانني كانوا غيجيو عندي الضياف وكنت خاصني نزربي هاد الحلوه هادي. صافي خويت الكاناش بهذا الشكل هذا، كنوزعو من بعد كنضيف حبيبات ديال الشوكولا. وعندي اللوز اللي كان عندي كنت حمرته في الفران وهرمشته، هو اللي غادي نديرو في الوسط. وماشي ضروري ديروا البنات اللوز، تقدروا ديروا كاوكاو، ديروا اي مكسرات عندكم تهرمشوهم وديروهم الوسط ديال هاد الحلوه هذه. صافي من بعد غدروا لي هاد الحلوه، وغادي ندير الكميه اللي بقات ليا ديال الكاناش وغادي ندخلها في الفريغو غير باش تبرد ليا دغيا دغيا. من بعد غنزينها بشويه ديال اللوز. صافي وان شاء الله غتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. قلت ضروري غادي نقطع معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي البنات زوينه وسهله ماله. كما قلت لكم وجديها في الدقيقه 90، اخر حاجه ممكن انك توجديها. وماشي ضروري ديروا الكاناش، ممكن ديروا غير الشوكولا ديال الدان اولا تطلعوا الكريمه طلعوها وتزينوا هكا الوسط بالفواكه. كيبقى لكم الاختيار. الداناش اللي بقات ليا من الفوق نزين الوجه ديال هاد الحلوه هذه. ومن بعد كما قلت لكم غادي نزينها بشويه ديال اللوز اولا تزينوا بالشوكولا ولا تزينوا باي حاجه عندكم زينوا بها. انا عندي اللوز وهو اللي درته. صافي وغادي ندخلها تبرد مزيان وغادي نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي البنات. راه كتجي زوينه واخا نعيا ما نشكر فيها حتى تجربوها، وانتم اللي غادي تعرفوني علاش كنشكر فيها وعلاش كنقول لكم غير جربوها البنات. صافي هنا كما قلت لكم غندخلها للثلاجه تبرد، وضروري تبرد مزيان. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري، زينوا باش ما بغيتو داكشي اللي متوفر عندكم زينوه، ما عندكمش باش تزينوا ما متوفر عندكم حتى شي حاجه خليوها البنات غير هكاك. راه كتجي المذاق ديالها زوين. كنتمنى انكم تجربوها وانا متاكده غادي تنال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش كان مع الادب اللايكات ديالكم. تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.